إلى السيد حمزة الحسن. يعني كان واضحا الأمر الملكي الذي صدر بالحرف، قال تم إعفاء الأمير بندر بن سلطان بناء على طلبه. ليس مضطرا لاستخدام هذا المصطلح أو هذه العبارة إن لم يكن بالفعل كذلك. يعني هو ربما أراد أن يرتاح، هو ربما أراد أن يتفرغ لأمور أخرى، هو أراد أن لا يكون في هذا المنصب وهو مريض. أنا أعتقد بناء على طلبه، وهي جملة تستخدم في كثير من الأحيان لحفظ ماء وجه الشخص المراد إقالته. بعض الأشخاص لا يمنح حتى هذا الشرف بأنه أقيلوا بدون أن يكون بناء على طلبهم. لو رجعت الآن في هذه اللحظات إلى تويتر ستجدين سخرية من السعوديين في هاشتاج عدم إعفاء بندر بن سلطان، ستجدين كيف هم يسخرون من كلمة بناء على طلبه. في الحقيقة هذه كل ما أكدوا على أنه بناء على طلبه، فهم الناس عكس ذلك تماما، ليس بناء على طلبه ولا أمر آخر. أنا لا أظن الموضوع له علاقة بناء على طلبه أو غير بناء على طلبه. أنا أظن أن بندر بن سلطان كان أيضا على خلاف، يعني لم يكن فقط منفذ سياسة، كان متجاوزا للسياسة، ولهذا كان الديوان الملكي وتحديدا مثل مع خالد السويدري كانوا منذ مدة يعني شعروا بالغضب لأنه تجاوز الصلاحيات الممنوحة إليه. لهذا الذي نريد أن نقوله أنه ليست القضية بناء على طلبه أو بأنه فقط لأنه مريض. والحقيقة حتى سعود الفيصل يعني لا يستطيع أن يقوم بمهامه، الملك نفسه لا يستطيع أن يقوم بمهامه. ليست القضية صحية إلى هذا الحد الذي تجعل من بندر سلطان مقعدا. ثم هو خلال السنوات الأخيرة لم يقم بزيارات كثيرة، وكانت زياراته محدودة، وكان سببه هو الخوف والخشية أكثر من أنه ضعف الجسد. وهذه معلومات وليست تحليلات أيضا. كان لديه مثل الشكوك بأن أحدا ما يتقصده أو يريد أن يعني يقتله أو ما أشبه. هذا كانت عقدة بندر بن سلطان، ولا أظن يعني أن بندر الذي كان يحلم في يوم ما أن يصبح ملكا بإمكانه اليوم بسبب صحته وبسبب تجاوزاته وبسبب مغامراته وبسبب فشله يعني يمكن أن يعيد هذا الدور. ولهذا أنا أريد أن أقول يعني ليست القضية هي قضية الشخص بحد ذاته، وإنما هناك تصفيات داخل العائلة المالكة. نعم. لم تعد هذه وجهة نظرك، والسيد سعد بن عمر يعني يستبعد ذلك تماما وينفي ذلك تماما، وقال أنه ما في حمائم وصقور، كلنا صقور. لم نفهم هذه العبارة تماما سيد